السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. مفاجآت كل يوم بتحصل في أفريقيا. كل يوم في مفاجأة، يعني من أول يوم اتلعب لحد النهاردة كل يوم في مفاجأة كده غريبة، حاجات غير متوقعة تماما. هنقول مع بعض كده ملخص الكام يوم اللي حصل لغاية دلوقتي، 3 أيام في كأس الأمم الأفريقية. هنقول النتائج اللي حصلت في كل المجموعات اللي اتلعبت، تمام؟ وهنشوف موقف كل واحد ايه والدنيا ماشية ازاي، والمباريات بكرة ان شاء الله كمان هنقولها مع بعض. ماتش الساعة 4 و7 و10 زي كل يوم. نبدأ كده بالنتائج. أول ماتش طبعا كان ماتش الافتتاحي، ساحل العاج مع غينيا بيساو، وانتهى 2-0 لصالح ساحل العاج كوت ديفوار، وهي البلد المنظمة، وكلام طبيعي جدا. وما كانش ماتش قوي برضه، يعني مش عايزين نقول هو كان ماتش قوي جدا والكلام ده، وكوت ديفوار بانت انها قوية جدا، لكن كان ماتش متوسط. يعني كوت ديفوار انا مش شايف ان هي كشرت عن انيابها كمرشح اول للبطوله دي. تاني يوم بقى بثلاث ماتشات. غانا، اول ماتش اتلعب نيجيريا وغينيا الاستوائيه، ودي كانت باقي المجموعه بتاعت ساحل العاج وغينيا بيساو، وانتهى 1-1. ودي مفاجاه، يعني نيجيريا طبعا بتاريخها بالنجوم اللي فيها، وتعادلوا كمان، يعني هم كانوا مغلوبين 1-0 وتعادلوا 1-1. بعد كده اتلعب ماتش مصر وموزمبيق، وكانت المفاجأة التانية الجميلة إن مصر تتعادل مع موزمبيق بالعافية في الدقايق الأخيرة في الوقت بدل الضايع 2-2 بضربة جزاء. برضو دي كانت كارثة، وقفلت اليوم وقفلت الواحد من أفريقيا ومن كل حاجة ومن الكورة عامة. الواحد كان محبط جدا اليوم ده بصراحة. بعد كده اتلعب الماتش اللي بعده، ومفاجأة جديدة برضو، غانا بتتغلب من الراس الأخضر أو كاب فيردي 2-1. برضو كانت حاجة جامدة بصراحة. غانا بتاريخها بس برضو غانا مش هي غانا، يعني مش غانا سموها جيان والناس الجامدة دي، لأ، يعني مش عارف، هي ما فيهاش إلا ولاد عبيدي بليه أيوب وخلاص، على كده وشكرا على كده. مش قوي، منتخب مش قوي. لكن احنا لو ما فوقناش الماتش الجاي مع غانا، احنا ماتشنا مع غانا وموزمبيق مع الراس الأخضر. يعني الراس الأخضر لو كسبت موزمبيق الماتش الجاي بالسلامة، هي كده صعدت، كده صعدت، واخر ماتش ليها مع مصر. فاحنا باذن الله باذن الله لازم نكسب غانا باي شكل. يعني فيتوريا بقى يتشقلب يتقلب، ما لناش فيه. هي مصر ان شاء الله تغلب غانا باي شكل، ما نعرفش ازاي، ما يخصناش. احنا جماهير منتخب مصر ما يخصناش تكسب ازاي يا عم فيتوريا، انت وشويه اللعيبه اللي معاك دول. يعني عدل الدنيا كده، ربنا يكرمك وظبط الدنيا، وشوف مين اللي يستاهل يلعب يلعب، ومين اللي يقعد يركن على الدكة يركن. ولو عايز تسافر حد مصر، انت عارف مين هو طبعا، انا قصدي على مين، يا ريت يسافر مصر، ملوش لازمة في المنتخب. جت النهارده بقى 3 ماتشات. السنغال مع جامبيا، طبيعي السنغال اكلها عروة، والله اكلها عروة. السنغال اكلت ايه؟ غامبيا، وكسبت 3-0، طبيعي. ندخل على الماتش اللي بعده. غريبة برضو، الكاميرون مع غينيا، دي تالت غينيا لونها، تالت غينيا. ما هو في غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، وفي غينيا اللي هي الأساسية اللي هي غينيا كونكاري، هم دول التلات فرق. تحس البطولة كلها غينيا، الواحد تعب والله. فالكاميرون اتعادلت، وكانت مغلوبة كمان وتعادلت مع غينيا. برضو دي مفاجأة من ضمن المفاجآت الغريبة. هوب ندخل بقى على ماتش الجزائر، والجزائر غالبة 1-0 في الشوط الأول. والله وأنا قاعد أقول لها والله هتتلبوا جون يا جدعان، يا عم جمال بالماضي الحق نفسك. ما كملناش، وضربة جزاء مبولولو بتاع الاتحاد السكندري نزل قلب الدنيا، خد ضربة جزاء وجابها، وشكرا على كده. اتعادلت الجزائر برضه في مفاجأة رابعة يمكن في البطولة دي. نيجيريا تتعادل، ومصر تتعادل، والكاميرون تتعادل، والجزائر تتعادل، وغانا تتغلب. 5 مفاجآت في البطولة لغاية دلوقتي، واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاهم مسهل. يعني نشوف بقى الدنيا هتحصل فيها ايه. بكره عندنا 3 ماتشات زي ما قلنا. بوركينا فاسو وموريتانيا، ده اول ماتش. تاني ماتش تونس وناميبيا، واخر ماتش ما بين اليو ديانج وبيرسي تاو. عرفتوا طبعا مين؟ مالي، منتخب مالي ومنتخب جنوب افريقيا. ماتشات حلوه وفي اثاره كده، وفي حاجات غريبه بتحصل، فحلو، بطوله جميله يعني لغايه دلوقتي. ربنا يكرمنا بس ان شاء الله. الواحد تفكيره كله راح ليوم الخميس الساعة 9، ماتش غانا ومصر. فيا رب إن شاء الله مصر تعملها، تكسب، تبقى عندها 4 نقط، تبقى حطت نفسها في المكان الصح. ويمكن موزمبيق تعملها وتتعادل مع الراس الأخضر كاب فيردي، يبقى مصلحة.
يعني تبقى مصلحة. يمكن احنا قوينا قلب موزمبيق شوية بالتعادل ده، ما اظنش انها كانت تحلم بالتعادل مع مصر، فقوينا قلبها شوية، فيمكن تكمل. يا رب يا مسهل، خير بإذن الله. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وكمان اشترك في صفحة الفيسبوك وشير كل فيديوهاتنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد مع اهلاوي الأول. السلام عليكم.